زمزم. زمزم آية بينة. زمزم دي انتوا قايلنا شنو؟ بير مويه طلعت من الواطة. قال عليه الصلاة والسلام زمزم هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. زمزم مما تفجرت لحد يوم الليلة شغالة، ما نضب ماؤها وما وقف سلسبيلها وما انقطع عطاؤها. بالله دي ما آية عجيبة زمزم، والضغط على كبير. شوف كم حاج يكونوا في الحرم، كل واحد لو بيشرب كوباية واحدة بس، دي كم كوباية؟ الناس بيشربوا كبابي خاشين يشربوا ويتوضوا ويخطوا في جسمهم. ده غير انه الجركانات الكبيرة والصغيرة تتطاقش، كل زول شاي جركان وراجع بلده في كل موسم حج وعمرة، والعمرة لا تقف على مر السنة. هل تعلم انه الآن الحرم المكي كله المويه الجواه دي زمزم؟ زمزم بالتناكر. أهل مكة يشربوا مما الله خلق زمزم دي وجابه، يشربوا في زمزم لحد يوم الليلة. وبالمناسبة شيل الناس لزمزم لبلادهم ده عنده أثر في السنة كما جاء في الحديث النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا منها وأن يحملوا في أوكيتهم وفي قربهم إلى بلادهم. يا أخي لو كان بير البترول وقت تقيف بترول الجد شغالة كم سنة. زمزم فيه آيات بينات. مقام إبراهيم من دخله كان آمنا. إذن الحج ده معانيه عظيمة. أول المعاني اللي وقفنا معاها مكة والبيت والكعبة، وسميت الكعبة كعبة لأنها مكعبة، لأنها على شكل مكعب. الشكل المربع العرب بيسموه مكعب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يا سلام، شيء عجيب. طيب أنا الآن أتكلم عن معاني بتاعت أشياء الناس بيسمعوا بيها. طيب مكة ومنى، لماذا سميت منى بمنى؟ الإمناء هو سيلان الشيء وجريانه، ولذلك ما الرجل يسمى مني يمنى. مني يمنى يعني يتدفق، ماء دافق. ومنى بكثرة ما يتدفق فيها من الدماء وتسيل فيها من الدماء سميت منى لأنها المنحر، لذلك سميت منى بمنى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. ومزدلفة، لماذا سميت مزدلفة؟ مزدلفة الازدلاف التقرب. تزلف ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مزدلفة لأنك تقترب من الحل، عرفة في الحل ومزدلفة في الحرم، فإنت ازدلفت من الحل إلى الحرم ودخلت في حدود الحرم. بالمناسبة منى جوا الحرم لها أحكام الحرم، ومزدلفة جوا الحرم، ولكن عرفة خارج الحل.